السلام عليكم. دلوقتي انت بتفتح التيك توك وبتفتح تشوف الايديت الريفرس بهذا الشكل او بهذا الشكل، سواء النوع الاولاني او التاني، ولكن انت مش عارف تعمله ازاي على الافتر افكتس. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الافتر افكتس بتاعنا دلوقتي وهنعمل الريفرس بالطريقتين، الطريقه الاولى والطريقه التانيه. ودلوقتي خلينا ان احنا نبدا في التوتوريال سوا كده مع بعض. طبعا اول حاجه تعملها دلوقتي ان احنا لازم نجهز الكليبات بتاعتنا بالفيس تراكنج. طيب انا هنزل اوريدي فيديو عن الفيس تراكنج، لو عرفت تلقط بالطريقه ديت اللي انا هعملها دلوقتي بسرعه ممكن ماشي، لكن ما تقلقش، كده كده هينزل فيديو بالفيس تراكنج، لان الفيس تراكنج طبعا بيدي شكل احسن ومظهر احسن. يعني دلوقتي هنحدد الكليبات بتاعتنا وهنعمل الفريم بلندنج نشغله والموشن بلور، وهنيجي نقف على كليب وهنعمل له بري كومبوز ونتاكد ان الدايره دي متفعله والمربع ده متفعل وندوس اوكي، ونعمل الطريقه او نعمل ده كله على نفس الكليبات. يعني كل الكليبات هنعمل الطريقه ديت، هنحدده طبعا وندوس رايت كليك وندوس على المربع والدايره ونعمل بري كومبوز واوكي. ودلوقتي هنحتاج دلوقتي افكت. اول افكت هنستخدمه هو التويكستر. انا عن نفسي بستخدم التويكستر برو لان انا بحس ان اعداداته اسهل، يعني او التعامل معاه اسهل بصراحه، اللي يعجبك. يعني في الاول وفي الاخر التويكستر كده كده في الحالتين جامد يعني. فدلوقتي هنروح هنعمل ايه؟ هنخش على الشمال في القائمه بتاعتنا في الافكتس، هنعمل الان اف اس والاوت ديت هنشيلها، يعني نشيل المارك بتاعتها. وخلي بالك ان انت هتحتاج تعمل الفريم او يعني الفريم ريت بتاع الكليبات الاصليه او بتاع السورس اللي عندي، زي مثلا هنا 23.976. فده اللي انا واخد منه الكليبات، واخد بالك، اللي هو الفيديو الاصلي او الحلقه الاصليه من المسلسل او الفيلم. فاكتبها هنا في الانبوت فريم ريت 23.976، وتحت هعمل الخيار ده كونتراست تو ايدج انهانس، والفريم انتر بخليها موشن ويتد بلند، وتحت هخليه انفيرس وذ سمارت بلند في الوربنج طبعا. يعني كده انا عندي كل الاعدادات جاهزه، كده كل الاعدادات جاهزه. اللي هعمله دلوقتي طبعا ان انا هاجي على السبيد وهدوس على الستوب واتش اللي جنبها، عشان ادوس على حرف اليو وانا واقف على كليب. حرف اليو على الكيبورد هيطلع لي كي فريمز، هسيب الاولى زي ما هي واروح للاخر الكليب واعمل نيجاتيف 100، تمام، عشان يعمل لي الريفرس بتاعي. وابدا ان انا طبعا بعدها هعمل ايه؟ هعمل سيلكت للكي فريمز بالماوس، وهدوس على الكيبورد على F9 او رايت كليك هنا وكي فريم اسيستنت وايز عشان ابدا ان انا اكرييت الجراف بتاعي او اعدل عليه. هفتح الجراف طبعا من على الشمال هنا، هلاقي جراف بالمنظر ده. كل اللي هتعمله ان انت هتشد دي شمال شويه وهشد دي يمين شويه، بحيث ان انا يبقى عندي حرف اليو اللي هيكون موجود في الزومز كمان. يعني طبعا مش عايز ابالغ، ما تشدهاش جامد قوي، يعني خليها حرف يو كده، فاهم، عشان يبقى موجود معانا بالمنظر ده. اقفل الجراف عادي من مكانه زي ما هو، زي ما انت شايف اهو حرف اليو. هبدا ان انا اخدهم كوبي ازاي؟ هحدد الكي فريمز واجي على فوق على الشمال اضغط دبل كليك او 3 تكات، يعني دوس كذا تكه لحد ما تعمل كوبي، كنترول سي، وتعالى على الكليب التاني اقف على اوله وابدا ان انت اعمل كنترول في. هيظهر معاك التويكستر بالشكل ده بالاعدادات نفسها، لازم طبعا تتك كذا مره، ولو دوست يو هيطلع لك الكي فريمز. وخلي بالك لو الكي فريمز مش قد الكليب، ايه اللي هتعمله؟ هتدوس الت، تمام، وتمسك اخر كي فريم تحركها، ولما توصل عند اخر كليب تدوس شيفت هتلاقيها وقفت في الاخر لوحدها. والافكت اللي هحتاجه بعد كده طبعا هو الاس اندرسكور بلور مو كيرفز، عشان ابدا ان انا طبعا اعمل الزوم اللي هو بيطلع وينزل او بيخش ان ويطلع اوت. فهشد عادي الافكت وانزله على الكليب بتاعي، وابدا ان انا اهوت في الافكت طبعا كنترول اند بالانس. في خيار هقفله دلوقتي وهو السب بيكسل، ما بحبوش، وهبدا ان انا دلوقتي اعدل على الكي فريمز. طبعا زي ما احنا عارفين عشان نعمل كي فريم بنيجي عند الستوب واتش اللي جنب الزد ديستنت وادوس على يو على الكيبورد، هيطلع لي اهوت الكي فريم. وابدا ان انا اخلي، بص ركز معايا، باجي على اخر الكليب وادوس على النقطه العلامه اللي على الشمال ديت عشان يكريت كي فريم تانية، واجي في النص
اعمل الفاليو اللي انا عايزه يقرب بيها. قد ايه هيقرب؟ انا مثلا عن نفسي اختار فاليو حوالي 0.7 او 7.5 تقريبا. يعني هخليه يقرب بالفاليو ده. تمام. وابدا ان انا اعدل. طبعا هسلكت الكي فريمز، هسلكت الكي فريمز كلها وادوس على F9 او رايت كليك كي فريم اسيستنت ايز طبعا زي ما احنا عملنا قبل كده في الايفكت اللي قبله، وافتح الجراف، ادوس رايت كليك هنا واختار الفاليو جراف، وابدا ان انا اسلكت الكي فريم من الشمال وانزلها تحت شويه. سدها طبعا الارو باوس، انزلها واخليها تحت شويه، واليمين هعمل لها سيلكت وابدا ان انا انزل برده تحت شويه عشان اعمل حرف اليو كذلك برضو. تمام. وابدا ان انا اقفل الجراف. هيبقى عندي اهوت الافكت نزل. طبعا عشان اعمل له كوبي واوديه للكليب تاني برضو هضغط عليه 3 4 مرات بعد ما سلكت الكي فريمز. اضغط عليه كذا تكه عشان تتاكد قوي ان هو هيكوبي الاعدادات بتاعته. واجي في اول الكليب طبعا هنا اهوت، وابدا ان انا اعمل كنترول في، هلاقي الفاليو او الافكت قصدي معلش نزل معايا. فادوس على يو هيطلع لي الكي فريمز. طبعا قلت لك لو مش قدها بنسلكت كله ونعمل الت ويبدا ان هو يسحب الكي فريمز عندي زي كده. ولما احس ان انا وصلت للاخر دوس شيفت هتلاقيه راح لوحده للاخر هيبقى عندي المنظر ده طبعا موجود بعدها. هفعل الموشن بلور برضه يعني. طيب دلوقتي احنا هنعمل حاجه تانية. دلوقتي ايه اللي هنعمله؟ ان احنا هنعمل الزوم المعاكس. انت زي ما شفتني دلوقتي انا عملت ايه؟ خدت نفس الافكت. طيب ورحت عملت ايه؟ رحت في الزد ديستنت هنا هوت بقى. انا قبل ما ادوس الستوب واتش، قبل ما ادوس على الستوب واتش كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هبدا ان انا اكتب الفاليو اللي هي هتكون اوريدي قريبه. انا عايز ان انا اعكس، خد بالك. وبعدين اروح ادوس على الستوب واتش وادوس حرف اليو، واجي في الاخر برضو شمال الافكت، بص شمال خالص 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 اهو. هعمل نفس الكي فريم اهي نفس الكي فريم شمال خالص، واجي في النص اعمل ايه؟ اعمل واحد اللي هي بقى الفاليو الاصليه عشان يبدا ان هو يطلع. فاهم؟ عشان يبدا يبقى هو اوت، يبقى ان هو يطلع قدامي هنا. زي ما انت شايف. وبعدها ابدا ان انا سيلكت الكي فريمز برضو وادوس برضو نفس الاف 9، وهروح بعدها افتح الجراف اديتور وهبدا ان انا سيلكت الكي فريم الشمال وابدا ان انا اطلعها لفوق شويه برضه من السهم بتاعها، واليمين ابدا ان انا برضه اطلعها فوق شويه بحيث ان انا اعمل حرف يو بس بالعكس يعني من الاخر. يعني كل اللي انا عايز اوصل له هو حرف اليو سواء طبعا تحت او فوق، يعني هو يو معكوس يعني. وبس كده. طبعا في خيار نسيت طبعا اقفله السب بيكسل عشان ما بحبوش. واخر حاجه ممكن ان انت تعملها وهنعمل ايه زي الحلوين كده، زي الحلوين هنعمل adjustment layer، وان احنا هنضيف طبعا عليها ايه؟ هنضيف الكالر كوركشن بتاعها اللي بينقلني من هنا بهذا الشكل في الالوان الى كده. تمام. وبس كده ده اللي كان عندنا النهارده، واتمنى ان انت تكون فهمت واستوعبت. وان شاء الله طبعا بالنسبه للكالر كوركشن اللي انت لو انت عايز اي كالر كوركشن او محتاج ان انت تبقى عندك او معاك البريسيتس بتاعتي، تقدر ان انت تتكلم معايا في الديسكورد او تشوف التليجرام. في شروحات جايه زياده ان شاء الله ان شاء الله. يعني برضو ايه البريسيت بتاعت الزوم اوت ديت او الزوم ان هبقى سايبها لكم ان شاء الله في سيرفر الديسكورد في البايو، ومعاك طبعا التليجرام برضو يا ريت تخشوا. وكل اللينكات كلها هتلاقيها في التشانل، في البايو بتاع التشانل او في البايو بتاع الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. سواء طبعا الاكونت بتاعي تيك توك انستا فيس انستا لا مفيش فيس معلش في طبعا الديسكورد والتليجرام مهمين جدا بينزل عليهم كل حاجه اول باول. وبس كده ده اللي كان عندنا النهارده. اهم حاجه لو انت عايز طبعا البريسيت ديت او الافكت دوت الاثنين مع بعض، واي بلجنز برضو ما تنساش كلها برضو موجوده في الديسكورد. البلجنز لو عايز تحملها عشان يكون معاك الافكتات ديت وبس. وسلام عليكم.